السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين نعمل مراجعة ونتحمس كده ونتشجع علشان الامتحانات. شدوا حيلكم يا ابطال ويلا بينا. في المراجعة هنا بيقول لي match the word to its picture. يعني بنعمل ماتش، نوصل لكل كلمة بالصورة المناسبة ليها. هنلاقي هنا كلمة souvenir. souvenir يعني ايه؟ ايوه برافو عليكم، سوفينير يعني هدية، هدية تذكارية. في هنا pictures قدامي زي ما انتوا شايفين، فاحنا بندور مع بعض على الهدية. هي دي الصورة الوحيدة، فبنعمل ماتش كده. pyramid. pyramid يعني هرم، هنوصل البيراميد بالهرم. برافو. اوكي. كيبل كار. كيبل كار اللي هي السيارة اللي بتبقى معلقة. في هنا كيبل كار، ايوه برافو. هنوصل كيبل كار بالبيكتشر المناسبة بتاعتها هنا. excellent. statue. statue يعني ايه؟ يعني تمثال. هنوصل statue هنا بالتمثال. برافو. عندي travel plane. travel plane هنلاقي الولد الجميل ده هو اللي ماسك ايه؟ travel plane. تمام. يعني خطة السفر. museum. museum يعني متحف، وكلنا شفنا المتحف المصري الكبير، فده الميوزيوم اللي قدامي. تمام. وبتحاول ان انت تكتب طبعا الكلمة في تحت كل صورة. اوكي choose the correct word. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنختار الكلمة الصحيحة. we should or mustn't throw rubbish on the beach. throw rubbish يعني نرمي القمامة on the beach على الشاطئ. فايه رأيكم ان احنا ينفع نرمي القمامة؟ لو دي حاجة كويسة نقول should، يعني يجب علينا. لو مش كويسة نقول mustn't. طبعا الحاجة دي مش كويسة فاحنا نختار ايه؟ mustn't. تختار كلمة mustn't يعني لا يجب ابدا ان احنا نرمي الربش. you should or you shouldn't drink plenty of water when you hike. لما انت تتنزه كده فانت المفروض انك بتشرب كمية من المية، فاحنا you must. okay you must. number 3 we must or should protect historical places. ايه رأيك؟ you must or should. طبعا انت هنا protect historical places يعني ان انت بتحمي الاماكن التاريخية. الكلام ده ايه رأيكم؟ هيكون ايه؟ must. برافو. you must لازم انت تحمي الاماكن التاريخية. you mustn't or should touch statues in the museum. يو ايه؟ انت طبعا الستيتيس اللي هم التماثيل المفروض ان انت تعملها تاتش. ايه رايك؟ ينفع ان انت تعملها تاتش في الميوزيوم؟ اكيد الكلام ده غلط، فهنستخدم you mustn't. number 3 write the correct past simple form. we dots الجلالة city last year. عايزين نقول ان احنا زرنا الجلالة city ايه؟ last year يعني السنة اللي فاتت. فهنا visit هنخليها ايه بقى؟ visit ولا visited؟ visited. اوكي. فهنا هتكتب visit v i s i t e d. okay number 2 she. number 2 she does see the beautiful gardens. المفروض ان احنا عايزين الماضي من كلمة see، هتبقى الماضي من see so. excellent. so number 3 my friend does not go to the museum. عايزين نقول ان هو ما ذهبش. طبعا not هنا في الماضي اللي هي didn't، اللي هي ايه؟ didn't d i d. not didn't. didn't what؟ didn't go. ماشي didn't go. بس طبعا هنا استخدمنا go ليه؟ لان ما قلناش went، لانه طبعا بعد didn't بيجي المصدر. طيب number 4 بيقول لي I did enjoy the trip. enjoy هتتحول الماضي فهتبقى ايه؟ برافو عليكم، هتبقى enjoyed. e n g sorry e n j o i e d. اوكي برافو عليكم سنة 6. ننزل مع بعض كده. complete the following words. برضو هنا هنكمل بكلمات ايه مناسبة. اول واحدة عندي ancient wrapped decorate mountains. هنعمل ايه؟ number 1 the Dutch Egyptians built pyramids thousands of years ago. من حوالي آلاف السنين. مين built بنى الأهرامات؟ طبعا واضحة جدا Egyptians يبقى ايه؟ ancient. يبقى هنا هنكتب كلمة ancient. اوكي. number 2 my little teacher my little sister what? Dots her gift in shiny paper.
عايزين هنا نقول أختي الصغيرة لفت جبت الهدية بإيه؟ بورق لامع. فهنقول إيه هنا في الجزء ده؟ يلف أو لف اللي هو wrapped. أوكي wrapped. Okay, that's good. Number 3, let's dot the classroom with balloons for the party. Let's dots. المفروض نعمل ايه؟ classroom with balloon. عايزين نزين الفصل. نزين يعني ايه؟ كلمة excellent، كلمة decorate. يبقى يلا نزين الفصل. decorate. Okay, D-E-C-O-R-A-T-E. decorate. Number 4, we went hiking in the. احنا هنتنزه in the A during our trip. هنتنزه فين؟ خلاص احنا بقى دلوقتي اخدنا ancient واخدنا wrapped، اخدنا decorate. يبقى الكلمة اللي موجودة معايا ايه؟ mountains. صح. we went to hiking in the mountains during our trip. mountain. excellent. خلاص كده finish. read and answer. نور، ركزوا معايا كده سنة 6. نور and Ahmed and Farida went to their teacher's office and explained their plan. We want to do a project. عندي واحدة اسمها نور وأحمد وفريدة went to their teacher، يعني راحوا للمدرس بتاعهم في الأوفيس في المكتب بتاعه and explain وشرحوا له طبعا الخطة بتاعتهم. we went to do project. إيه رأيك يا مدرس؟ يا مستر إحنا رايحين نعمل إيه؟ هنعمل project to help our school، عشان نساعد المدرسة بتاعتنا. use water wisely، نستخدم المية بطريقة wisely يعني بحكمة. نور explained, their teacher smiled brightly. المدرس ابتسم. That's wonderful idea, go for it and let me know how I help. Number 1, what was the children idea about? تفتكر ايه هي كانت الفكرة بتاعت الأطفال دول؟ طبعا الفكرة بتاعتهم save. كانت save ايه؟ save water. excellent. save water يعني ان هم ازاي يوفروا او يحافظوا على المية. and use it wisely. اوكي، كانت الفكرة بتاعتهم ان هم يستخدموا المية بحكمة. تمام، دي كانت ايه الايديا. how can the teacher help؟ تفتكر المدرس ساعدهم او وازاي بقى المدرس ساعدهم؟ طبعا ساعدهم بان هو عمل لهم حاجة اسمها support. يبقى نقول by support، يعني ازاي ساعدهم؟ by support. by supporting يعني بدعمهم. by supporting them and guided them. okay, and guiding them. excellent. number 3, did the children achieve their project؟ تفتكر هم حققوا البروجكت بتاعهم؟ yes. ايه؟ yes they do ولا did؟ yes they did. طالما السؤال كان فيه yes يبقى الإجابة تكون ايه؟ yes they did. أيوة هم فعلا they did أو yes they achieved their project. write a sentence. دلوقتي عايز منك ايه؟ تكتب write a sentence. write a sentence using past simple. محتاج منك تستخدم ال past simple، يعني مش هتستخدم أي زمن، هتستخدم زمن الماضي. about something nice did last weekend. حاجة انت عملتها last weekend. احنا المفروض هنا دلوقتي هتكلم عن حاجة عملتها في عطلة الأسبوع أو في نهاية الأسبوع عملتها. فهنا بتكتب جملتين هما الاتنين بيكونوا في زمن ايه؟ الماضي. يعني مثلا أنا لعبت أو أنا زرت حد. I went to Alex. I went to a Alex، يعني أنا رحت فين؟ Alex. with my friends أو with my family. okay, with my. تمام، نيجي للجزء اللي تحت. عايزين جملة كمان. ممكن نقول ايه؟ I played
football. فالفكرة هنا ان احنا استخدمنا ايه؟ ال past. اوكي، ماضي. I played football. اوكي، دي الجملة التانية. next. طيب express your opinion. دلوقتي برضو عايز يقولك وريني بقى رأيك ايه. write about a place in Egypt you visit or want to visit. use adjectives and past simple. I want to visit dots because dots. عايز اروح كذا عشان كذا. احنا هنا المفروض هنعمل ايه بقى؟ هنكتب في الجزئية دي. ممكن اقول I want to visit كايرو او أليكس. اوكي as you like. كايرو، انا عايزه اروح فين؟ عايزه اروح القاهره because هنا، واقول اي حاجه حلوه عنها. it's beautiful. بكل بساطه كده، ما اعقدش نفسي. it's beautiful. اوكي because it's beautiful وخلاص. تمام.